عن حل مباراة نادي الزمالك ونادي بوكسي في دور ال 32 من بطولة كأس مصر، وفوز نادي الزمالك ب5 أهداف وفوز ثقيل مقابل هدفين. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش في تحليل المباراة. نادي الزمالك بعد الفترة الأخيرة بعدم سلسلة الانتصارات ومفيش أي انتصارات قادمة لنادي الزمالك، وبعد فقدانه بنسبة رسمية أو بنسبة 95% الفوز ببطولة الدوري الممتاز لهذا العام، النهاردة كانت تقام مباراة مقامة في دور ال 32 من بطولة كأس مصر مع نادي قد يكون من الدرجة الثانية أو الثالثة للدوري الممتاز، ونادي الزمالك بخبرات لاعبته وقدرات لاعبته قدر النهارده يفوز ب5 أهداف. والنهارده قدر ان هو يحرز الهدف الاول عن طريق مهاب ياسر في الدقيقة تقريبا الدقيقة 2 و15 ثانية. قدر النهارده يحرز تسديدة يعني صاروخية، بس هو الحارس يعني قدراته التصدية او قدراته على الانقاذ النهارده كان حارس متواضع. يعني نادي الزمالك كان ان هو لو كانت قدرات لعبته وما فيش ميس باص ولا تمريرات مقطوعة كان النهارده يقدر يعمل حفلة تهديفية بخروجه الى 7 أو 8 أهداف، لان نادي بوكسي نادي متواضع جدا جدا وما فيش اي لعيبة موجودة في نادي بوكسي تستحق الاشادة. ولكن قدر نادي بوكسي بعد احراز نادي الزمالك في اول ربع ساعة ل3 أهداف، قدر نادي بوكسي يرجع عن طريق ضربة جزاء جت في ايد يوسف اوباما. ويوسف اوباما في الفترة الاخيرة ما يقدم مباراة ممتازة، ولكن قدر ان هو يحرز الهدف الاول نادي بوكسي عن طريق المهاجم بتاعه، وقدر ان هو يخلص الفرق. وبعدها قدر بتسديدة صاروخية رائعة للاعب يعني المفروض يعني في أندية في الدوري الممتاز تتعاقد معاه، قدر ان هو يسدد الهدف الثاني ويخلص النتيجة ل3-2. ولكن يعني خروج نادي الزمالك او قدر ان هو يخرج النتيجة 3-2 الشوط الاول بدون ما نادي الزمالك يستقبل هدف التعادل، دي كانت نقطة تحول للشوط الثاني اللي هو نادي الزمالك قدر يستحوذ عليها يعني الاستحواذ وصل 70-80% من نادي الزمالك، ويعني ما كانش فيه اي قدرات تهديفية لنادي بوكسي. وقدر نادي الزمالك بخبرات لعبته يحرز هدفين عن طريق عبد الله السعيد وعن طريق الهداف الكبير ناصر ماهر. الفترة الأخيرة ناصر منسي قدر يحرز الهدف الخامس، قدر يحرز الهدف الخامس. لكن ان النادي الزمالك بقدراته او بقدرات لعبته او النادي كنادي جماهيري ان هو يبقى موجود مثلا في الملعب ونادي بوكسي يحرز هدفيا في مرمى نادي الزمالك، والمفروض محمد صبحي حارس كبير من انظف حراس نادي الزمالك ان هو يدخل في هدفيا، ونادي الزمالك خط الدفاع يستقبل هدفيا في شوط واحد، ده اخطاء كارثية. ولكن قدر اللعيبة لان في لعيبة خبرات موجودة في الملعب زي دونجا زي ناصر ماهر اللي قدر النهارده يحرز هدف رائع، زي مهاب ياسر يعني المفروض يبقى خبرة بس هو بعد عن المباريات ادى النهارده مباراة متوسطة المستوى. النجم عبد الله السعيد قدر يحرز هدف. عندك ناصر منسي اللي اديله فترة كبيرة بعيد عن التهديف قدر يحرز هدف. ولكن نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك لا يستحق هذا الاداء الهزيل قدام نادي بوكسي رغم الفوز بخماسية والغاء هدف الى حمزة المسلوسي. ده التحليل النهارده بشكل مبسط وبشكل بسيط عن مباراة نادي بوكسي ونادي الزمالك في دور ال 32 من بطولة كأس مصر. ولكن
نادي الزمالك في الفترة اللي جاية لازم يجيب صفقات. ده كان رأيي في مباراة الزمالك وبوكسي. فلو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وده كان تحليل المباراة.